مرحبا حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. اليوم دا اسوي فطور، فقلت اشارك فطوري وياكم. اليوم راح اسوي اكلة عراقية شتوية اللي هي حامص شلغم. زين، بما انه باردة الدنيا ومطر، وبما انه وصيت رارنج، فلازم شنو؟ حامص شلغم. هنا خليت زيت، خليت بصل فرمته مكعبات، وراح اقلبه لحد ما شوية يبي ينحمص. اخلي بقية الشغلات. وهاي هنا سلق غسلته وهمينه فرمته. زين، همينه راح احمسه ويا البصل حتى يذب نفسه. خليت تقريبا 4 ورقات سلق. وهاي هنا الشلغم همينه اخذت وحدة كبيرة بس، يعني شلغم، وقشرتها وهيك قطعتها مربعات، بس مو مربعات يعني صغيرة شوية كبيرة. زين، وراح احمسه سوية. وهسه راح اخلي المعجون، بسم الله الرحمن الرحيم، راح اخلي خاشوقتين مال اكل وهمينه احمسها. اكو ناس يحبوا يسووه اصفر، بس اني ما احبه، اني احبه الاحمر. زين، يعني هو هذا احس الاحمر مالتنا مال اهل قبل، يعني حامص شلغم الاصلي. زين، همين راح احمسه كل زين. هنا عندي ربع كوب تقريبا تمن عادي اي نوعية، المهم. زين، نقعته تقريبا قبل نص ساعة، وراح اخليه همين وياهم. تمن ما يصير هواية بي يعني، لانه هي تصير مثل الشوربة يعني على مود تنأكل. وهسه راح اضيف له كمية زينة من المي، يعني دافي المي، على مود يستوي الشلغم ويستوي التمن. وهنا منو دا يساعدني؟ ابو الرور وابو الكوك. شنو دا تسوون؟ شنو كوكي؟ تعرفين تفلسين تمر؟ يعني انتي تساعديني؟ ايه، كوكي تساعدني مرات، تشلع قلبي، تخبث، تهوس البيت والصالة. وابو الرور تعدل وراها، بس ابو الرور دائما تساعدني. زين، يما فدوى للبنات 10 واقول قليلات، مو؟ ايه. هنا ضفت حمص صحاح كبار، بس صورته واني دا اضيفه، بس البخار مال الجدر ما طلع الصورة زينة. زين، فشوفوا ما شاء الله حتى التمن استوى والشلغم همين استوى. عندنا اهم مكون هو بالحامص شلغم اللي هو الرارنج قرب يخلص، لانه اني جبته من غير مدينة. زين، فقرب انه يعني شلون يخرب نقول. فقولوا ياي هسه راح اعصره، لانه لازم يكون حامض. زين، هو اسمه حامض شلغم. هاي قطعتهم بهذا الشكل الرارنج، وراح اعصرهم واضيفهم على الحامض شلغم. هسه راح اضيف عصير الرارنج. زين، رارنج وحامض طبيعي. زين، وهسه فار واستوى مثل ما يقولون. هسه اخر شي شو نضيف كبة الجريش. اني هنا مسويتها وسالقتها طبعا مستوية، بس اخر فورتين ويا الحامض شلغم. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعيش حياتها. زين، حتى همينه شوية يثخن. هاي هنا ابو الرور حبيبي الجميل، ايش جاي تسوين؟ دا اسوي تمر بالمبروش. دا تسوي تمر جوز الهند او المبروش، دا تسوي هيجي طوبات. زين، انا سويت اللي هي بالدهن، وهي دا تسوي. وهاي صار جاهز فطورنا لهذا اليوم. هاي ابو الرور سوتها كرات مال تمر، زلاطة وخضرة، وهذا الحامص شلغم، وهاي سمبوسة على طلب كوكي. شنو سويت لك؟ سمبوسة بالشنو؟ جبن. مال جبن، سويت لها سمبوسك مال جبن. وهذا كان فطورنا لليوم. سيهمكم العافية وافطار شهي وصيام مقبول يا ربي، وانتظرونا بفيديوهات جديدة. مع السلامة. حطوا لايك واشتركوا بالقناة مالتنا. باي باي. باي باي.